أهلا بيكم في قناة أنا وطفلي. عارفين ليه التربية الإيجابية أغلب الأمهات اللي جربوها فشلوا فيها؟ ده مش علشان التربية الإيجابية وحشة، لكن علشان اتقدمت لنا غلط. ولو جربت التربية الإيجابية وحسيتي إن ابنك بعدها زاد عناد أو بقى ما بيسمعش الكلام أو أنت اللي اتعصبتي أكتر، يبقى الفيديو ده ليكي، علشان غالبا المشكلة مش فيكي، المشكلة في الطريقة. أولا، ليه التربية الإيجابية أصلا صعبة؟ خلينا نكون واقعيين. التربية الإيجابية صعبة علشان بتطلب تغيير منك انت قبل الطفل. احنا اتربينا زمان على الصوت العالي والعقاب واسمع الكلام وبس، وفجأة جايين نقول افهمي واحتوي واسمعي. وده طبعا مش سهل، خصوصا لو انت مرهقة او مضغوطة او مش دايما عندك طاقة، فدايما بتقولي لنفسك انا بحاول اكون هادية بس هو اللي مستفز، وده طبيعي. كمان اكبر غلطة اتزرعت في دماغ الامهات ان التربية الايجابية ما بتساويش حدود، يعني يغلط زي ما هو عايز، وده غلط غلط غلط. التربية الايجابية فيها حدود وفيها حزم وفيها رفض، لكن من غير اهانة ولا ضرب ولا كسر نفس. ومن الأخطاء اللي وقعت فيها أمهات كتير وهم بيجربوا التربية الإيجابية إنك لو بطلت عقاب تبقي طيبة زيادة. في أمهات أول ما بتسمع بدون عقاب بتسيب كل حاجة، الطفل يعمل اللي هو عايزه، مفيش قوانين مفيش نظام، وبعد شوية تقول التربية الإيجابية بوظت لابني. لا، أنت اللي شلت الحدود. الطفل محتاج حب زائد حدود، مش حب بس. الخطأ التاني لما الأم بتستخدمها وقت ما تبقى هادية بس، يعني لما تكون رايقة تبقى إيجابية، لما تتعصب تبدأ تصرخ. فالطفل هنا يبدأ يتلخبط، هو الصح ايه؟ التربية الإيجابية مش زرار مش بيتفتح ويتقفل، هي أسلوب ثابت حتى لو بصعوبة. الخطأ الثالث إن الأم تستنى نتيجة سريعة، ودي كارثة. احنا متعودين إن يضرب الطفل يسكت، أزعق الطفل يخاف، لكن التربية الإيجابية نتيجتها بتيجي ببطء بس بتدوم. اللي اتكسر من سنين مش هيتصلح في أسبوع. الخطأ الرابع إن الأم تطبق نصايح مش مناسبة لعمر ابنها، ودي من أكتر الحاجات اللي بتفشل الأمهات. طفل سنتين ما بيساويش طفل 6 سنين، طفل مش فاهم ما بيساويش طفل واعي. ما ينفعش تقول للطفل صغير افهمني بقى، هو أصلا لسه بيتعلم يفهم نفسه. الخطأ الخامس والأخطر إنك تجلدي نفسك. أمهات كتير بتقول أنا فشلت، أنا مش أم كويسة، ودي أكبر غلط. التربية الإيجابية مش كمال ولا مثالية ولا إنك ما تغلطيش، هي إنك تعتذري وتتعلمي وتكملي. إمتى فعلا التربية الإيجابية تنجح؟ تنجح لما تفهمي إنك بتربي إنسان مش آلة، تحطي حدود واضحة وتغلطي وتصلحي وتدي نفسك نفس الرحمة اللي بتديها له. ولو حاسة إن التربية الإيجابية صعبة فأنت مش لوحدك ولا أنت أم فاشلة، أنت بس محتاجة فهم صح وتطبيق واقعي. الفيديو ده بداية واللي جاي أقوى. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.